لقطة غريبة وجميلة من كارفاخال إلى والده أثناء احتفالات ريال مدريد. أنت ممكن تستغرب من اللقطة لأنها ما تركبش على بعض، بس أهو ده اللي حصل بقى. في احتفالات ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا ال15 كان متواجد هذا الرجل وهو والد كارفاخال، هو الشرطي المتواجد على الحصان. كارفاخال راح له وأعطى الكاس ال15 لوالده والتقط معاه صورة. واحد هيقول لي يعني والد كارفاخال لسه هيكون شغال بتاع أمن لحد دلوقتي؟ ده ابنه بيقبض ملايين يا عم ولسه مشغله موظف. فعلا يا أبو الكباتن زي ما أنت شايف كده، ما هي الناس دي ما عندهمش الكلام ده. لقطة جميلة من أفضل الأظهرة في تاريخ كرة القدم. يعني تخيل كارفاخال ده عنده كرش وبيشرب 4 معسل في اليوم وبيسهر وبياكل أكل غير صحي وعمره 32 سنة وما شاء الله بيدافع وبيهاجم وبيقطع الكرة من لاعبين أسرع منه وهم لسه في العشرينات من عمرهم. وتلاقي واحد عنده 25 سنة لو جرى نص ساعة نفسه يروح. بحب أنا اللعيبة اللي بتعمل كامباك على نفسها دي. أهو من كام سنة بس كارفاخال ده جماهير ريال مدريد كانت بتطالب برحيله. كارفاخال يحقق البطولة رقم 25 مع ريال مدريد، تاني أكتر لاعب في تاريخ النادي. فمين هو صاحب المركز الأول؟ عاوزك تكتب